السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك. عندنا هنا ده الدقيق دولت 3 كوبايات منخولين. عندنا هنا دي كوباية سكر. عندنا دول 5 بيضات. كوباية لبن. هنا دي كوباية زيت، اللي عايز يستعمل زبدة عادي. ده زبيب. انا مغلفاه كده بشوية دقيق عشان ايه، لما احطه في الكيك ما يسقطش على تحت. دلوقتي هنحط البيض الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا عندنا هنا ايه، هحط الفانيليا. هنقلبه كده. طبعا اللي عنده مضرب بالكهرباء ممكن يستخدمه، بس يعني مش مستاهله هي. نجيب السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط الزيت. نقلب بقى كده كل المقادير مع بعض. عندنا هنا بقى الدقيق هنا هنحط بايه. ثواني هجيب البيكنج باودر. هنحط البيكنج باودر هنا. وطبعا انا حاطه هنا بتاع ده ذره ملح على الدقيق. هنقلبهم بقى كده مع بعض، البيكنج باودر مع الدقيق. هنحط بقى هنا ايه شويه بشويه هنا على الخليط اللي هنا. ونبتدي ان ايه نقلبهم مع بعض. نحط بقى الدقيق. هقلبه بس معلش عشان انا ماسكه التليفون بالايد التانية.
هقلب الخليط كويس وارجع لحضراتكم تاني. خلاص قلبنا كده الخليط كله مع بعضه، خلاص كل الحاجات بقت متجانسة مع بعض. بص القوام لازم يبقى كده، ولا يبقى اتخن من كده ولا اخف من كده، كده السمك بتاعه حلو. طبعا هحط بقى هنا الايه، ممكن لو عندك بقى بتاع ده نسكويك اللي هو الكاكاو، ممكن بتصبي الحاجات دي في الحاجات اللي هتعملي فيها القوالب او الصينيه، وبتسيبي شويه في الاخر، تروحي جايبه معلقتين كاكاو وتروحي مقلباهم مع بعض، تروحي حطاهم على الصينيه او على حاجه كده، وتبداي تشكليها بالايه، بالشوكه كده رايح جاي. المره دي انا مش هحط عليها نسكويك، انا عندي هنا شويه زبيب. طبعا انا الزبيب ده عاملاه مغلفاه كده بالدقيق، علشان ايه؟ عشان ما يسقطش تحت لما اجي احطه في الفرن، ما يسقطش في القاع بتاع الصينيه. احنا هنقلبه هنا كده مع الخليط، ونبتدي بقى ايه، نصبهم في القوالب. هصبهم في القوالب وارجع لكم تاني. كده خلاص انا صبيت الخليط في القوالب، صبيته هنا في القوالب اهو، عشان بس ما يتحرقش هو في الفرن. هنا صبيته اهو في القوالب الكيك اهو، وهي دي صينيه كمان صغيره، ودولت قلبين. هحطهم في الفرن، ولما يستووا ارجع اوريهم لكم تاني. هو حد يروح في اي حته. نسيت اقول لكم، طبعا لما نيجي ندخلها في الفرن لازم نولع الفرن ايه، قبليها، يعني قبل ما ندخل الحاجه في الفرن كده ب10 دقايق نكون مولعين الفرن، عشان ما ينفعش تدخلي الكيك على فرن بارد هتهبط معاكي على بال ما يسخن الفرن، هتدخلها على فرن ايه، سخن. خلاص كده خلصت معانا القوالب الكيك اهيت، وديت صينيه تانية. اتمنى تجربوه بالطريقه ديت ويعجبكم، وما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناه، وتفضلوا معانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.